السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة يا جماعة الخير هنعمل حاجتين إن شاء الله. هنعمل شربات الكنافة أو القطايف أو الشربات التقيل، وهنعمل إن شاء الله البلح. أنا عندي هنا جبت حلة فاضية، عندي هنا 3 كوبايات سكر قصادهم 3 كوبايات مية. طيب انت بتقولي هتعملي الشربات التقيل، طب ما في اتقل من كده. ايوه، انا بكلمك على حاجه قدامك وهتشوفي نتيجتها زي الفل وزي العسل. طيب انا عندي السكر هنا غامق، طب هيغمق لي الحاجه؟ لا، انا هحط المكون ده عشان يفتح لون الشربات بتاعي او السيرم او العسل بتاع الحلويات. طيب عندي هنا عصرة ليمونة، ده ليمون كبير يا حبايب قلبي، بس انا مش هاخدها كلها. تمام، قولي يعني كده ايه، معلقة منها ان شاء الله. انا هنا عايرت قدامك 3 كوبايات سكر، وده 3 كوبايات مية. وهقولك ازاي تخزنيها في قلب التلاجة وما تبص منك وتبقى زي العسل. في ناس بتحط عسل كلوكوز براحتها خالص، بس العسل الكلوكوز هيفيدك في ايه؟ بيتقل السيرم بتاعك او الشربات بتاعك. تمام، وما بيخلوش ايه يغلي قوي. تمام، هنا انا حطيت الكميه زي ما انت شايفه كده. هنطلع على البوتاجاز، ولازم تتخلصي من الحاجه دي، الحاجه السوداء دي، عشان ايوه هتتكون تاني تشيليها تاني. تمام، عشان يبقى الشربات بتاعك نقي كده وبيلمع وزي الفل. اول ما احط عصرة الليمون يا جماعة الخير، شوفي اللون هيتغير تماما. شايفة هيفتح كده وبيبقى كويس. بس السكر الغامق ده بيبقى نسبة التحلية فيه احسن بكتير واعلى بكتير من السكر الابيض او السكر الفاتح. قدامك اهو. طبعا لو في بذرة ليمون وقعت منك او اي حاجة شيليها. هنا ممكن بقى في الوقت ده خلاص انا هخلص بقى وتمام التمام، ممكن بقى تحطي فانيليا، تحطي ماء ورد او ماء زهر، تدي ريحة للايه، للشربات بتاعك. شايفة شربات تقيل وزي الفل ازاي اهو. الشربات ده يا جماعة فعلا جربيه، وما تقلبيش العسل بتاعك او الشربات بتاعك عشان ما يسكرش، ما يعملش حبيبات سكر، ما يعملش ليك ايه حبيبات سكر. طب انت هتحفظيه في ايه؟ انا هجيب ازازة بسيطة خالص، تمام، او اي حاجة عندك حطيها في الديب فريزر، لان الشربات ده يا حبيبة قلبي ما بيجمدش، لانه شربات تقيل. تمام. وفي حاجات تانية برضك. عفوا، اهو هتحطيه في قلب الفريزر، وكل ما تستعمليه شوية دول طبعا انا هحطهم في ازازة صغيرة، وهتغطيها وتعينيها في قلب الفريزر، وكده يبقى موضوع الشربات بتاعنا انتهى. هنخش بقى على حاجة تانية. عندك طبعا البلح الناشف زي ما انت شايفه اهو، عندك كمية محترمة او حسب الكمية اللي انت عايزاها. طب انت فايدة الفيديو ايه ده اللي انت عاملاه؟ عشان توفري الوقفة بتاعتك الكتيرة في المطبخ وانت قاعدة كده تتفرجي على المسلسل او تتفرجي على التلفزيون. اعملي الحاجة البسيطة دي وعينيها في التلاجة، هتنفعك قوي قوي قوي. انا هنا بكسره بشاكوش، او عندك بقى اي حاجة بقى ايد هون، زي ما انا شايفة يعني نجارين نجارين. طبعا الجيش قال لك ايه، اتصرفي يا حبيبة قلبي بالمتاح عندك. والنوى ده انا ما برمهوش، النوى ده انا بخليه، اما بعمل بيه البن اللي هو بن نوى التمر، او انك تستعمليه تحطيه في اللحمة الكبيرة او الحاجة الكبيرة اللي بتسلقيها، تحطي 3 حبات بس. لازما عدد فردي. ليه بقى؟ اتعلمناها كده بقى، احنا اتعلمناها كده وايه وبنعملها كده. تفضلي بقى تكسري وبص كويس قوي قوي في البلح بتاعك، عشان لو في اي حاجه مش مظبوطه طبعا تتخلصي منها تماما. في ناس يا جماعه الخير بتقولك طب الفيديو ده لازمته ايه؟ والله يا حبيبتي ما تعيني حاجتك في التلاجة كده وتظبطي امورك. تقدري تصلي التراويح، تقدري تقرأي القرآن زي ما انت عايزة. ان جيتي مثلا او جالك ضيف على غفلة، هتطلعي على طول وتعملي الحلويات دي طبعا تتخلصي منها.
الحلويات بتاعتك تعمليها وتبقي كل حاجة تمام. مش لسه بقى هتعملي الشربات ولسه هتكسري البلح ولسه. لا، الحاجات دي هتساعدك كتير جدا وهتريحك قوي. وعلى فكرة دي برضك من ضمن التفريزات. يعني حتى في ناس والله انا اعرفهم شخصيا تقول لك ايه لازمته، ما ساعتها بقى وساعة الله يعين الله ونعم بالله وكل حاجة، بس حاجة بسيطة هتريحك قوي قوي. ايه المشكلة؟ وانت بتتفرجي كده وانت قاعدة كده رايقة كده ما وراكيش حاجة، استسلي يا حبيبة قلبي. واستغفري وانت بتعملي حاجة، استغفري، حوليها لاستغفار. كبري، سبحي، اقرأي قرآن، اعملي، استغلي وقتك ونهار رمضان او ليل رمضان زي ما بيقول. لان طبعا احنا بنسهر في رمضان كتير عن اي يوم. الحاجات دي انا بجهزها وعينها فين؟ في قلب التلاجة. طيب انت بتقولي دلوقتي الشربات ده ما ممكن اعينه؟ اقول لك يا حبيبه قلبي حطي لايك فضلا وليس امرا. طب ما ممكن اعينه في التلاجة عشان ما يبص منك وما يحصلش ريحته تتغير او يبقى ريحته مش مرغوب فيها. حطيه في الديب فريزر. هنا بقى انا خلاص خلصت كل الكميه بتاعتي. وشوفوا بسهوله جدا جدا. تعيني الكياس، جبت كياس تلاجة عادية خالص، تحطي على حسب الاحتياج بتاعك. عايزة تكبري الكيس براحتك، تصغريه براحتك، انت حريتك. تمام. وتحطي بقى حاجتك زي ما هي. حتى اليميش رمضان بقى اظبطيه كده وخليه زي العسل. عندك تين قطعيه، عندك المشمش المجفف، عندك القراصية اللي نفسك فيه. على طول في ثواني يا جماعة، ما باخدش حاجة. بقوم حاطة الكيس بتاعي وحاطة حاجتي والسكر واللازم منه زي ما انتوا عارفين. وتمام التمام. عايزة تحطيه في لبن تمام، تحطيه في مية تمام. انتي وارتياحك وانتي واحتياجك. وما تكتريش الكمية عشان ما تهدريش. تمام. على قد احتياجك وقد ايه لزومك وقد ايه استعمالك. عشان يا حبيبتي الحاجة غالية مش رخيصة. ويا رب يجعله شاهد لنا، اللهم امين يا رب العالمين. فكرة بسيطة كده من مطبخ دعاء سامي عشان تبقي ايه، تبقي جاهزة ما تتغلبيش وما تتعبيش وما تفكريش كتير. ويا رب اكون ضيفة طيبة عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.